بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة هنعملها حرفيا مش هتكلفك أي حاجة. فكرة يمكن إن شاء الله تبقى أقوى من مقاطعة. هتستهدف بيها الدول اللي بتحاصر غزة وبتحاربها مباشر. مش هاخد من وقتكم كتير. عايزين أول نعرف هي الدول بتتكلف قد إيه علشان تطبع عملات جديدة للهالك أو للعملات القديمة. أول حاجة مثلا لو بصينا لأمريكا بتطبع كل سنة 265.5 مليون دولار هالك. العملات القديمة الممزقة التالفة. مصر بتطبع حوالي 202 مليار جنيه في السنة. دي ميزانية دول، ده مبلغ ضخم بالنسبة لأي دولة. طيب احنا هنعمل ايه؟ الخطوات بسيطة جدا. هتمسك العملة بتاعتك بتاعت بلدك أيا كان انت فين، سواء في مصر، في السعودية، في الأردن، في الأراضي المحتلة، في اليابان، في الصين، في أمريكا، في أوروبا، في أي حتة. تمسك العملة بتاعتك وبتكتب باللغة بتاعت البلد. فلسطين حرة أو غزة حرة، بتكتبها باللغة بتاعت البلد. يعني مثلا لو أنت في مصر بتكتب بالعربي فلسطين حرة أو غزة حرة على العملة المصرية الورقية. أيا كان هتبقى 100 جنيه 200 جنيه، شوف أنت اللي يريحك. نفس الحكاية. وبعد كده بتكتب باللغة الإنجليزية. طب احنا ليه بنكتب باللغة الإنجليزية؟ لأنها للأسف أكتر انتشارا في العالم. نفس الحكاية في أوروبا، سواء أنت في فرنسا أو في إنجلترا بتكتب بالفرنساوي، بتكتب بالإيطالي، بتكتب بالإنجليزي. لو أنت في اليابان، في الصين، في الأراضي المحتلة، أيا كان بتكتب بلغتين: لغة البلد اللي أنت عايش فيها واللغة الإنجليزية، لأن هي أكثر انتشارا في العالم. طيب ده هينتج عنه إيه؟ هينتج عنه إن لو أنت في دولة بتأيد الفلسطينيين أو غزة، أو بتحاول إن هي توقف الإبادة اللي بتحصل لأهلنا في غزة، الدولة ديت مش هتتكلم، مش هتعمل حاجة. بالعكس، ده هيبقى داعم ليها وداعم لموقف حكومتها. طيب لو أنت في مصر أو في أمريكا أو في أوروبا أو أيا كانت الدولة اللي هي مش بتدعم الفلسطينيين أو ما بتدعمش إخواتنا في فلسطين وكمان بتساعد الكيان على قتلهم، الدولة دي هيبقى عندها اختيار من الاتنين: يا إما تسيب الكلام دوت يحصل والعملة بتاعتها يتكتب عليها فري فلسطين أو فري غزة أو فلسطين حرة، وده هيوسع فكرة أو هينشر فكرة القضية في البلد اللي أنت عايش فيها، ودي هتبقى حاجة كويسة. الحل التاني، وده اللي هيحصل أو بتمنى وبقول إن شاء الله إنه يحصل، إن البلد هتبتدي تعدم العملات اللي بيتكتب عليها فري فلسطين أو العملات اللي بيتكتب عليها غزة حرة أو فلسطين حرة. وده هيرهق الدولة ماديا، هتقعد تعدم في فلوس وتطبع في فلوس، ده هيرهقها ماديا كتير جدا. وده سلاح مع سلاح المقاطعة. اللي أنا عايزه من حضرتك إن أنت تخلص النية لله سبحانه وتعالى، إن ده عمل للمظلومين في غزة. الكلام دوت مش للمسلمين فقط أو العرب فقط، لا، الكلام ده لجميع أحرار العالم. اللي عايز ياخد الفيديو بتاعه ويترجمه أنا ما عنديش أي مشاكل. فكرة جميلة ومش هتكلفنا غير حرفيا الحبر اللي احنا هنكتب بيه، إن الدول ديت تبتدي إن هي تتأذى اقتصاديا، تبتدي إن هي تخسر اقتصاديا. ده هيعمل عامل ضغط عليهم. واعتبر اللي انت بتعمله دوت لوجه الله تعالى. حاجة أخيرة بحب أوجهها لأي واحد مستضعف في الأرض مهما كان، هو مسلم غير مسلم، عربي غير عربي: اوعى تفتكر إن اللي بيحصل في غزة مش بعيد عنك، انت هيجي الدور عليك. بس أهم حاجة انت تقدر تعمل ايه عشان تدافع عن الناس دي. انت مش في أمان. لو هما كانوا في أمان، لو أهلنا في غزة في أمان، لو أهلنا في أفغانستان كانوا في أمان، لو أهلنا في العراق، لو الناس في فيتنام كانوا أمان، يبقى أنت كمان ممكن تكون في أمان. لكن الناس دي مش في أمان. الذل ضريبته صعبة.
وكلنا هندفعها مهما كنا. فالأفضل إن أنت تدفع جزء بسيط من التمن اللي أنت ممكن تدفعه في المستقبل دلوقتي، عشان ما يحصلكش اللي بيحصل لأهلنا في غزة، واحنا طبعا بنتألم عشانه. لكن لازم تعمل اللي عليك. يعني أيا كان، أنت بني آدم، لو لقيت حيوان بيتقطع في الأرض وتقدر تنقذه بتنقذه. لو قدرت تنقذ بني آدم أيا كان، أنت ما بتسألوش هو أنت مسلم ولا يهودي ولا مسيحي. كإنسان، زي ما سكتنا على اللي حصل في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن، جه الدور على مصر إنها تدفع الثمن. مشكلتنا في خوفنا، إحنا خايفين، والخوف ده شيء مرضي ممكن العلاج منه. والخوف ربنا سبحانه وتعالى حطه في قلوبنا عشان لازم نخاف من حاجات معينة عشان غريزة البقاء. بس ما تخليش الخوف دوت يسيطر عليك، انت تخلي الخوف هو محرك ليك للأمان. اوعى تخاف. ان شاء الله بإذن الله هنبتدي ننزل فيديوهات ازاي ان انا اتخلص من الخوف، وازاي ان انا اكون مستعد حتى لو انا ايدي فاضية. في العاب قتالية زي ما اللي متابع قناتي، زي الكاراتيه او الجيديتسو او التايكوندو، العاب كتيرة جدا بمارسها وانا ايديا فاضية ما فيهاش سلاح. للأسف احنا الشعوب مش مسلحة، بالذات الشعب المصري، ولو كنا شعب مسلح ما كانش حصل اللي حصل فيه. لكن هنحاول نشتغل على قد ما نقدر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أي حاجة تقدر تعملها. أنا سمعت عن ثورة المفاصل بتاع المهندس خالد السرتي، حاجة جميلة وكويسة. اللي أنا بعمله في القناة بتاعتي أو اللي أنا بعمله دلوقتي، إن أنا بحاول إن أنا أنزع منكم الخوف، ونحاول إن إحنا نبقى متمرنين علشان لو نزلنا ثورة أيا كانت الثورة اسمها إيه، ثورة مفاصل أو أيا كانت هي إيه، نعرف ندافع عن نفسنا. فأنا اللي أنا بعمله دوت، أنا بكمل مع أي حد هو مين، أنا بكمل معاه. ويا ريت نتوحد، وخاصة المعارضة المصرية أيا كانت هي فين، في أوروبا، في أمريكا، جوه مصر، مخفية جوه مصر، بره مصر، نحاول نتجمع فرداني. وإحنا فرادى، إحنا تارجت سهل إن هم يخلصوا علينا. لكن لما نكون متجمعين ده أفضل، نتوحد، نبقى حاجة واحدة ونكمل بعض. زي ما أنا بقول، أنا بكمل ثورة المفاصل، أنا بكمل فكرة أو حاجة معينة حد تاني قالها، أنا بكمل الناس. لكن أنا ما بشتغلش ومش عايز أشتغل لوحدي. يا رب تكون الرسالة وصلت، ويا رب ده يبقى أول الطريق إن إحنا نحرر نفسينا، لأن كفاية دم وكفاية ظلم، كفاية. إحنا وصلنا لمرحلة إن إحنا فعلا مش طايقين أكتر من كده. أنا فعلا بقول الكلام ده من قلبي، وأنا عايز أغير وأعمل حاجة، ويا رب أنتوا كمان تتغيروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.